عمرك سألت نفسك ليه في عملاء بيكونوا راضيين عن المنتج لكن مش شايفين إنهم واخدين قيمة حقيقية أو العكس؟ شايفين القيمة لكن مش راضيين 100%. الموضوع ده مش مجرد صدفة، وكتاب كوتلر بيعتبره واحد من أهم مفاتيح النجاح لأي بزنس. يلا بينا نفهم الموضوع مع بعض. الكاستمر فاليو أو قيمة العميل هي الفايدة اللي العميل بيحس إنه أخدها مقارنة بالتكلفة اللي دفعها، سواء فلوس أو وقت أو حتى مجهود. الكاستمر ساتسفاكشن أو رضا العميل هو إحساس العميل بعد التجربة، هل المنتج أو الخدمة فاقت توقعاته ولا أقل ولا بالضبط زي ما توقع. العلاقة بينهم بتتلخص في الجملة دي: ممكن العميل ياخد قيمة عالية لكن ما يكونش راضي لو الخدمة ما كانتش ممتعة أو ما حققتش توقعاته الشخصية. ملاحظة مهمة جدا، لسه في ناس كتير بتفتكر إن رضا العميل معناه إنه شايف قيمة، وده مش دايما صح. ممكن الرضا بيجي من تجربة لطيفة لكن القيمة الحقيقية قليلة، أو العكس. تخيل مطعم أكل سريع بيقدم وجبة سعرها معقول وطعمها كويس، يعني بيقدم قيمة عالية، لكن وقت الانتظار طويل جدا والموظفين أسلوبهم مش ودود. هنا العميل شايف قيمة في الأكل لكنه مش راضي عن التجربة. تشبيه حياتي للتوضيح: زي بالضبط لما تشتري تذكرة لحفلة موسيقية بس المكان زحمة جدا. في الحقيقة انت استمتعت بالموسيقى اللي هي القيمة، لكن التجربة ما كانتش مريحة خالص، يعني رضا أقل. ملخص سريع لفيديو النهاردة: الكاستمر فاليو أو قيمة العميل هي ببساطة المقارنة بين اللي أخدته واللي دفعته. الكاستمر ساتسفاكشن أو رضا العميل هو إحساسك بعد التجربة. ولو عايز تطلع بحاجة واحدة من الفيديو فهي إن القيمة والرضا مرتبطين لكن مش توأم. وأخيرا عايزك تقولي في التعليقات، أنت كعميل هل بتركز أكتر على القيمة ولا على الرضا؟ لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تتابع فيديوهاتنا اللي جاية إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.